مرحبا أصدقائي. وآخر مباراة بدور الربع النهائي خلصت امبارح، والمنتخب الفرنسي قدر يتغلب على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 ويضرب موعد مع منتخبنا العربي المغربي أسود الأطلس. قبل ما نبلش يا ريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتوصلوا هذا الفيديو ل 150 لايك، وعلى السريع بنروح على التفاصيل. المنتخب الفرنسي نزل على المباراة وهو اللي كان مسيطر على اللعبة، كان عم يخلق فرص أكثر من المنتخب الإنجليزي، كان عم يمارس الضغط أكثر من المنتخب الإنجليزي لحد ما سجل الهدف الأول بالدقيقة 15. هون المنتخب الإنجليزي انتفض وبلش هو يستلم المباراة ويضغط على المنتخب الفرنسي ويخلق فرص، بس هذا الشيء ما أفاده بالشوط الأول لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لمنتخب فرنسا. المنتخب الإنجليزي نزل بالشوط الثاني وهدفه يرجع بالنتيجة، وكان عم يضغط مثل ما كان عم يضغط بالشوط الأول ليجي هاري كين ويتحصل على ضربة جزاء ويقدر يسجلها وتصير النتيجة 1-1. والمنتخب الفرنسي ما كان عم يرجع بالمباراة، بالعكس كان المنتخب الإنجليزي هو المنتخب الأخطر بالمباراة، كان بده المنتخب الإنجليزي يقتل المباراة ويسجل الهدف الثاني، وبالفعل رجع هاري كين قدر يتحصل على ضربة جزاء ثانية، بس للأسف هاري كين ما قدر يسجلها. هون المنتخب الفرنسي بيرجع بالمباراة وبيبلش يضغط ويتحصل على هجمات خطيرة ليجي أوليفر جيرو برأسية يسجل الهدف الثاني لمنتخب فرنسا، واللي كان هدف الفوز واللي أهل المنتخب الفرنسي لدور النصف نهائي من كأس العالم، ليضرب موعد مع منتخب المغرب ولا تكون مباراة نارية لمنتخب المغرب. وأنا برأيي أفضل لاعب لمنتخب فرنسا بكأس العالم قطر 2022 ما كان كيليان امبابي، هو أوليفر جيرو، لأن كان عم يقدر يحسم المباراة الصعبة لمنتخب فرنسا. والمنتخب الإنجليزي رغم كل هالعناصر اللي بيمتلكها، رغم أنه أعلى قيمة تسويقية في كأس العالم بين المنتخبات 32 كلها، ما قدر يتأهل لدور النص نهائي. أكثر شغلة بتنقص المنتخب الإنجليزي هي الروح والقتال، بتحس اللاعبين ما عم بيقاتلوا بأرض الملعب مع أنه عندهم إمكانيات عالية كتير. هون بكون وصلت لنهاية الحلقة، وقبل ما تنتهي الحلقة حابب تكتبوا لي بالتعليقات توقعاتكم لمباراة منتخب المغرب ومنتخب فرنسا، وإن شاء الله هل المنتخب المغربي بيقدر يتأهل للمباراة النهائية وبيقصي المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتوصلوا هذا الفيديو ل 150 لايك. إلى اللقاء.